بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل طريقة عيش سهلة بسيطة متاخدش معاكي وقت، من غير مطرحة، من غير رح، من غير أي حاجة خالص، سهلة متاخدش وقت. هي عيب مش عيب برضه، هي بتاخد وقت في الخمر، بس عشان احنا دخلنا على الشتاء طبعا غير الصيف. هنبدأ بقى بالمكونات. معايا كيلو دقيق، معلقة ملح، معلقة ونص خميرة أو كيسين ظرفين خميرة، لأن انتوا عارفين الجو ساقع، ومعلقتين سكر، واربع معالق زيت، ومعلقتين لبن بودرة. عايزين تحطوا بدل المية لبن فريش، عايزين مية على لبن براحتكم، عايزين زبادي برضو يمشي، مش عايزين تحطوا خالص اي البان خالص براحتكم. دي كانت ميه فتره يعني، سخنه دافيه كده يعني. فاحنا لما بنحط الميه، انا كنت بختبرها بايدي، فما بنحط الميه المواد اللي بتنحط كلها، يعني ان كانت سايله او جافه، ما بتنحط على بعضيها بتبرد الميه. وكمان احنا في الشتاء، فالرخامه كمان ساقعه متلجه، والمواعين اللي بنحط فيها او بنشتغل فيها متلجه برضو ساقعه. هتلاقي كل حاجه ساقعه، حتى ايدينا، حتى الهدوم اللي بنلبس، كل حاجه ساقعه. مع ان احنا مش دخلنا على الشتاء الاول، لسه في فتره الخريف اهو، بس الحاجه ساقعه. بتحطي معلقتين دي، وبعد كده بتنزلي بقى بقيه المكونات. هتلتي العجينه لته حلوه كده بعد ما تنزلي بقى المكونات، وهي خدت مني 3 كوبايات ميه، الا معلقتين او 3 معالق هتشوفوها في الفيديو برضو بقيه الكوبايه التالته. فعشان بقى نسرع الخمر معانا، عندك كذا كذا يعني احتمالات، كم مرحله كده تفكري فيها، والمتاح لك اعمليه. يعني انت ممكن تعملي، تجيبي كرتونه وتعمليها زي دولاب تخمير كده، وتحطي فيها لنده، وتحطي فيها العجينه تخمر. بس دي انا بستبعدها شويه عشان الكهرباء غاليه. تاني حاجه، عندك ان انت تولعي البوتاجاز. برضو الواحد الانابيب غاليه، ما هو بقى يعني الواحد لازم يقول له اللي عليه، برضه الحاجه غاليه، احنا لسه مالين الانبوبه ب 185، احنا مش عندنا غاز، فالانابيب غاليه. عم نولع نشغل حبه غاز ونطفيها برضه خساره يعني حبه الغاز دول. الاحتمال التالت بقى ان انت تحطي حله بخار، يعني تكون الكاتل عندك. طبعا احنا هنشرب شاي بقى، احنا مش يعني كهرباء، مش كوبايه الشاي في الكاتل مش هتضلعنا يعني. هناخد حبة من الكاتل مية مثلا سخنة، وهتحطيها في حلة، وتحطي تحت البولة اللي انت عاملة فيها. بس انصح ان انت تشتغلي ببولات ستانلس ستيل. ما عندكش ستانلس ستيل يبقى حلال. الحلة بتحتفظ يعني بتحتفظ بالساعة، بس لما بتدفيها بتدفى، يعني بتخمر، بتساعد معاك على الخمر على طول، او ستانلس ستيل زي كده. عندك الاحتمال التالت اللي انا اشتغلت بيه بقى، هتشوفيه معايا في الفيديو. طبعا كل اللي عنده بنات، طبعا ربنا يخلي اللي عنده بنات، كله بيجيب ايه، عنده استشوار. انا بقى رحت عامله العجينه بالاستشوار. يعني دنتني دفيت البوله من بره كده، وحطيت فوطه من تحتيها عشان خاطر الرخامه مش تسقع تاني من اللي بتاع. دي كده كنت بشرح لكم، يعني انتوا تحطوا حمام البخار. هي كانت ميه دي ميه عاديه بشرح بس، لكن مش ميه سخنه. زي ما هتشوفوا بقى، زي ما قلت لكم، يعني هي جايه اللقطه جايه. بالاستشوار هتحطي الفوطه او اي حاجه على الرخامه، لان الرخامه ساقعه. حتى لو دفيتي الحاجه هتعمل معاكي ايه، هتبرد تاني من سقوعيه الرخامه. فانت تحطي عندك بطانيه قديمه، دفايه قديمه، زي ما بنخمر الجبنه القريش كده، بنعمل لها تخمير وندفيها. برضو العجين في الشتاء كله تعملوه كده. ده رأيي انا، وانتوا حرين، وانا بديكم اللي انا بقول عليه بكل صراحة وبكل امانة، عشان تسهل معاكم الخمر، بدل ما تبقى ساعتين ثلاثة ولا 3 4 ساعات، يبقى ساعة مثلا. الخمر يبقى في ساعة، لان في الشتاء بصراحة العجين بيطول. فانت تروحوا فاردين، بصوا بطانية او فوطة، دي بتاعت المطبخ طبعا. اي حاجة قديمة عندك، جلابية، اي حاجة عندك في البيت مش بيخلى من كل حاجة يعني. بتروحي بصي بتدفي بس البولة، يعني هي البولة متلجة طبعا من الشتاء زي ما قلت لكم. بتدفي البوله وتدفي العجين، بيطرى معاكي بقى، وبتدفي الحاجه اللي انت الفوطه او الدفيه، وبتكمريها بقى، تكمري العجين زي ما انت شايفه كده في الفيديو. بيسهل معاكي بسرعه ان العجين يبقى حلو ويعمل بسرعه، والخميره تنشط بسرعه. لان الحاجه الساقعه الخميره ما بتنشطش معاها، الخميره عايزه حاجه دافيه وتنكمر، يعني حته ضلمه زي ما بيقولوا، تضلمي لها المكان كده، يبقى في حاله سكون كده مع نفسيها. يعني انا عملت كده قدامكم، وبعد كده لفيتها في بطانيه وعليها كبرته ودفتها تدفئة جميلة يعني. بعد ما دفيناها بقى وخمرت، هنجيبها برضو ونفرش برضو حاجة، ونحط عليها العجين نفسه. يعني بصوا هي خمرت اهي، بس هي عشان البولة كبيرة فبيتقلكوا ان هي مش خمرانة. بتهبطوا الخمر شوية،
بتاخدي بقى بصي، يعني انا نسيته حطيتها على الرخام، انا بعد كده حطيتها تاني على الفوطه، يعني عشان ايه السقوعيه برضو ما تشدش الدفى بتاع الخمر، ومنه تخمر معاكي بسرعه. فانت هتاخدي قطعه من زي ما انت هتشوفي كده، انا خدت قطعه اهي من الناحيه دي مثلا، من الناحيه اللي قدامي. لا هدنا الف بقى في العجين من ايه عشان خاطر ما يأستكش معايا، ما كل ما اخد من ناحيه واحده كل ما اخد منها هتأستك، العجين هيأستك معايا وهيمط وهيخلي القطعه شاده معايا، اللي هي قطعه العيش المدوره اللي في ايدي دي. لا انا اخد من جميع جهات العجينه. انا بقى حطيتها على البتاع زي ما انا قلت لكم، عشان برضو ايه السقعه مش تشدها. زي ما انتم شايفين بقى، زي ما انا قلت لكم هتاخدوا من جميع جهات العجينه. انا بحب شغل المعجنات قوي، بس بصراحه في الشتاء بيضايقني شويه عشان السقعه زي ما قلت لكم. بصوا بقى اهو، زي ما الصوره موضحه اهي. يقوم ايه يكون القطعه اللي انا خدتها من ناحيه ارتاحت، اخد من ناحيه يعني زي جميع الاتجاهات بتاعه البوصله كده. من الناحيه دي شويه، من الناحيه دي شويه، من الناحيه دي شويه كده. يقوم ايه كل قطعه تكون مرتاحه وخمرانه، زي ما انتم شايفين كده. برضو بتعملوا عليها يعني بتخلصوا الكور وتعملي اول كرة تعلميها كده ان انت استعملتي اول كرة من هنا مثلا كده يعني. وممكن تغطوا العجينة وتاخدوا من تحت الفوطة كده. افرض انتوا حتة اتبقت منكم مثلا، كورتوا كرة كبيرة وبقت منكم، سيبيها للاخر ترتاح، عشان بتبقى بتأستك وتمط معاكي ومش بتبقى معمولة. برضو بالاستشوار بقى، الاستشوار انا بدفي الفوطة، يقوم الفوطة تدفي البتاع، وبعدين ما بدفي الفوطة بحط عليها كيسة او شكارة او اي حاجة عندي، ادفي بيها كده تكون هي تدفي معاكي الفوطة. كده بقى كنت انا فردته يعني ممكن لو الحته دي تكون اتشالت بتفرديه بالنشابه عادي، وبتحطي قطعه قطعه، وبعد كده ايه بتعمليه، تحطيه بقى على دفايه كده، وكل رق لوحده. بس انا من رايي انا يعني خلي الرق الاولاني لوحده بره، والرق التاني يبقى هو اللي على الوش، التاني اللي بيبقى تحت واللي على الوش هو اللي فوق. عشان لما جيت اقلب يعني حسيت انها رحت شايله بصراحه، لما الرق التاني لقيته ان هو هيتقلب كده. برضو بتدفي كده عشان خاطر العجينه، اما دفيت العجينه كانت متلجه بصراحه، مش مع اني اشتغلت فيها ومدفياها ومحافظه عليها على قد ما اقدر، بس كانت متلجه. وبعدين كل ما تتلج مش راضيه تعمل معاكي ووشها هينشف، مع التتليج هينشف الميه، هينشف الخمر في الميه، هينشف الميه معاكي اللي في العجين، فالعجين ده هيجي يخمر مش فيه خمر بقى، الجو ساقع. فانت بتاخدي بقى بحط اول نقطه زيت كده، نقطه بالظبط، اول رغيف تعمليه، حتى لو طاسه تيفال، دي طاسه تيفال بس هي ايدها انخلعت. فبص هي نقطه وتمسحها كمان، فهي هتدي لمعه بسيطه بس عشان اول واحد ما يلزقش منك، هو مش لازق بصراحه، بس انا يعني حبيت اعمل كده برضو احتياطي بس. فانا شلته تاني بالمنديل، يعني ايه ادت لمعه، وبرضه هو اب وجميل وكل حاجه. فلما العجين عملته بالاستشوار على الدفايه، العجين طري، وبقى فيه زي طراوه ميه كده، طري وجميل مش ناشف، كان الاول ناشف من السقعه، طري كده وجميل. وانصح انا بقى لما تيجي تاخدي الرغيف، خدي حطي الوش هو اللي على الصينيه اللي بتشتغلي فيها او الطاسه او الجريلا او اللي انت بتشتغلي عليه، لان اللي تحت هتبقى واخده طراوه من الفوطه اللي انت حاطاه او الدفايه اللي انت حاطاه عليه. فالوش برضو مش يعني إيه تحس ان هو ماسك مش طري، هو شادد بس مش هو طري بس مش عامل، يعني مش مشقق ولا حاجه، بس انت حط على الوش احسن. انا بقول لك اللي بيحصل اللي انا عملته كله بالظبط، يعني مش خبيت عليكي حاجه. اصل كلكم يعني زي اخواتي وزي اهلي، ولازم الواحد يقول كل حاجه بصدق.
انا كنت مجربه واحد بس، وبعد كده ايه حطيت بقى بالاتنين يعني اتنين، بعد كده حطيت تلاته. وكل دقيقتين يعني بصي دقيقه ولا دقيقتين وتقلبي على الوش، وممكن هو يقبل واحد من كتر السخونيه. مش شرط نضغط زي ما انا بضغط كده، يعني انا بعد كده ما ضغطتش، بعد تالت مره ما ضغطتش بصراحه. لان كل ما النار تسخن معاكي تاخدي عيش قابب. العيش بيحب النار العاليه، او النار السخنه، يعني الحاجه السخنه. يعني كان بابا يقعد يقول لي عايزه تاخدي احسن شغل في العيش، يبقى خميره ونار. ف... فانتوا تعملوا بصوا قبب ما شاء الله، انا جبته لكم من الجنب كده عشان تشوفوا. كله كده ما شاء الله، يعني زي ما انتم شايفين كده. كنت بشرح لكم برضه ان هو قابب، يعني اصل هي المسافه بعيده فمش مش واضح. فانتوا من تاني رصه وتالت رصه هتلاقي النار بقى سخنت معاكي، بس انا موطيه النار برضه. يعني هي غلي عليت في الاول، وبعد كده وطيت اول ما حطيت الرغيف. فكل ما النار تبقى مظبوطه معاكي العيش هيقب، وممكن مش تضغطي عليه بالمعلقه او بالسبيسولا او باي حاجه. هو هيقب لوحده، بس ده انك شمعيه 3 4 تشميعات كده يعني. تقلبي على الوش ده مرتين والوش ده مرتين مثلا، والتالت بيروح قابل. انا بقى كل ما واحد يعمل اروح حاطه. فاجي عملت اتنين لزقوا في بعض فمرضيش يقبوا، عشان كده فانت تحطي الواحد يا دوبك تقلبي على الوش ده يشمع، يبقى شمع من ناحيتين، تحطي بقى اتنين كمان. ما شاء الله جميل وسهل وما خدش وقت. تحشي اي حشوات. انا عملته فطار بقى، يعني ايه، قلت اعمل نص الكميه افطرهم، لان بابا عنده السكر، ربنا يشفي كل مريض يا رب. فقلت اعمل نص الكميه افطرهم، وبعد كده انا اكمل مع نفسي. كنا جايبين خيار، فانا رحت واخده حبه عاملاهم مخلل زي ما انت شايفه في برطمان زي بتاع النوتيلا. ما شاء الله جميل جميل ازاي. هوا هوا خالص. ده احسن من سندوتشات الفينو، ولا تتعبي نفسك ولا تولعي غاز، والانابيب غاليه والموال ده كله اللي انتوا عارفينه. فده احسن حاجه، وتحطيه في الفريزر. يعني انا فتحته عينت الباقي وعينته في الفريزر، وقت ما عوزه اطلعه. بس حاطه بينه، يعني هو مش هيلزق، ماما قالت لي مش هيلزق، بس انا حطيت بينه ايه، اللي هو بصي في اكياس بتتباع كده بتاعت البرجر، مش هي مقصوصه جاهزه. فانا رحت حاطه بين، يعني عملت الرصه على حسب كل سندوتش بقى. ينفع في عشاء لو ابنك عايز يطلع ويتعشى مثلا. سندوتشات مدرسة تنفع. تعملي بطاطس وجنبها كاتشب زي كده او مايونيز. تعملي شاورما، اي حاجه انت عاوزاها بقى، حشوات براحتك تحطيها. انا عملت الفول وحطيت عليه بتنجان بقى مقلي. انا كنت بوريكم بس الفطار بتاعنا يعني. وسهل وبسيط وما بياخدش وقت. زي ما قلت لك اتخمري تدفي الحاجه هتمشي معاكي على طول، مش هتاخد وقت معاكي. ما شاء الله قابب وجميل، بس هو عشان الصوره جايه من فوق فبيتهيألك ان هو مش قابب. وبص خفيف كله جميل زي ومنور. دي ليه بقى؟ لما يخف معاكي يبقى يبقى ده ميزه ايه، ان الخمر مظبوط. اجى تقيل معاكي يبقى انت مش مخمره مظبوط. عشان تبقوا عارفين. اما تعملوا الخيار اعملوا بحاله، وبعد كده بقى قطعوه زي ما انتوا عايزين. وتنقوا الخيار الرفيعه، عشان الكبيره بيبقى فيه ميه وقلب، واللبابه بتبقى عامله. شفت انا كنت بقول لكم ان انا عملت نص الكميه والنص التاني لا. سندوتشات بيض بطاطس، بتنجان على فول طعميه. والفجل ده كنت جايباه من على السطح، وما زرعتش حاجه السنه دي وزعلانه. كل ما ازرع جبت بذور موت وصرفت مصاريف موت، وكل الزرع يموت مني والله. وغيرت الاماكن ورحت اماكن تانية، جبت اسمه ايه، اللهم صل على النبي، كرنب وكرنب احمر، وجبت خس ومات برضه. غيرت المكان وجبت تاني نفس الحاجات تاني ومات برضه. ولايك وشير واشتراك في القناه.